السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله نعمل فطيرة بالسجق بطريقة سهلة جدا واقتصادية. تابعوا معايا الفيديو الاخر وان شاء الله يعجبكم. هنعمل 3 فطيرات بالسجق ان شاء الله. نعملهم بنص كيلو سجق وزيتون وشوية جبنة كده موزاريلا لو متاح. طبعا الفيديو من اوله لاخره وان شاء الله يعجبكم. متنسوش اللايك، تفعيل زر الجرس، واشتراك في قناه اكل زمان في مطبخ ايمان. يلا نبدا الفيديو. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. معايا نص كيلو من الدقيق، هحط عليه رشه من الملح وهعجن بميه. عجينه زي عجينه الفطير المشلتت، دقيق وملح وميه بس كده. هعجنهم بقى كويس جدا واشوفهم بقى لو هيحتاجوا ميه بالشكل ده تنزلي بالميه بالتدريج واحده واحده كده وتعجنيها. نسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وابدا اعجن كده زي ما حضرتك شايفه كده معايا بالشكل ده. عجينه واحده واحده كده واروح منزلاها كده على الرخامه واقعد الت فيها واعجن فيها، عشان كل ما انت هتعجني في الفطير او في اي معجنات هتلاقيها بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله. خلاص انا كده عجنتها، اسيبها بقى ترتاح لمده نص ساعه قبل ما اقرصها. معايا بقى نص كيلو من السجق، انا حطيته على الطاسه. هو الماده الدهنيه اللي فيه هو يعني انا ما حطيتش ماده دهنيه خالص. انا بحب اشوحه كده في الطاسه. في ناس بتحب تسلقه الاول بعدين تنزله تشوحه، دي اختياري. بعد ما شوحته كله وقطعته بالشكل ده كده برد وبعدين قطعته، تاني على الطاسه وحطيت ونزلت تاني بقى بالسجق اللي انا قطعته. ممكن تنزلي الاول بالبصل والفلفل وبعدين السجق، دي يعني اختياري. انا ساعات بعمل كده وساعات كده. ومعايا بصلايه كبيره كده مقطعاها شرايح بالشكل ده. وانزل كمان واشوحها اديها بس كده تشويحه. انا ما نزلتش بتوابل خالص. وانزل كمان بالفلفل وفلفلايه كده حمرا شويه. تمام. انتي بتدوقي السجق لقيتيه الملح بتاعه كويس، خلاص، لان السجق بيبقى متبل في التوابل كله. في كمان الدهن بالسمنه اللي هي الدهن بتاعه اللي هو بينزل السمنه، عشان كده انا ما حطيتش ماده دهنيه خالص. تمام. وديته بقى التشويحه ونزلت كمان بطماطميه كده، دي اختياري، ممكن تستغني عنها خالص. وكمان وسبته بقى اديته تشويحه كده. وبعدين طفيت عليه. رجعت بقى للعجينه بتاعتنا اللي هي نص كيلو الدقيق. عجناها كده. بعد ما عجناها وسبتها كمان ترتاح عشان اعرف اكورها كويس، هقسمها 6 كور. 3 كور كبار و3 كور صغيرين، وهقول لكم هنعمل بيها ايه مع بعض بالشكل ده. لو وصلتي لحد هنا تنسيش باللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وقناتي على الفيسبوك وعلى يوتيوب اكل زمان في مطبخ ايمان. خلاص انا كورت الكور بالشكل ده. جبت صينيه عندي حطيت فيها شويه زيت وهكور كل كوره كده بالزيت عشان ما تنشفش، ما تعملش النشفان اللي هي بيبقى عليها كده. تمام. وهحط كمان عليها كيس كده عشان ما فيش اي هواء يدخل لها، وتبقى بتعمل قشره كده ناشفه، عشان استغنى خالص عن القشره دي. وهغطيها كمان بفوطه. خلاص كده انا سبتها لحد ما يرتاحوا شويه. جبت بقى السجق بتاعي والجبنه الموزاريلا، دي اختياري، وكمان شويه زيتون مخلي. تمام. وكمان الماده الدهنيه اللي هي السمنه. طبعا بنفرد بزيت وبنحط السمنه على الفطيره. تمام. هفرد بقى كده طبعا في مكان كده عندك يكون واسع. طبعا انا فردت على الترابيزه. يعني هي الفطيره خرمت معايا شويه ان انا ما سبتهاش ترتاح. لو كنت سبتها ترتاح اكتر ما كانتش هتخرم معاكي بالشكل ده. انا فردت قطعه الكره الكبيره ودهنتها بالسمنه كده بالشكل ده، وفردت القطعه التانية الصغيره اللي انا هعملها زي قاعده، عشان لما تيجي تحطي السجق يعني الفطير ما يخرمش منك بالشكل ده كده. طبعا قاعدة الفطير ده هحط عليها السجق. ممكن تعملي نص كيلو سجق فطيرتين هيبقوا كويسين جدا، الحشوة فيها بتاعتها تمام وزيادة. وممكن تعملي 3، والحشوة كمان كانت كويسة، يعني مش قليلة قوي بس كانت حلوة. وحطيت كمان الجبنة موزاريلا. وبدأت ان انا اطبق الفطيرة بتاعتي بالشكل ده. واللهم صل على النبي. وبطبقها كمان، طبقتها بالعرض بالشكل ده كده. طبعا انا دهنه السمنه كويس. وابدا كمان اعدل كده بطبقها بعد الفطيره معايا كده بالشكل ده. تمام. جبت بقى الصينيه دهنتها بالماده الدهنيه. وهبدا بقى احط الفطيره بتاعتنا الجميله دي في الصينيه بتاعتنا بالشكل اللي حضرتك شايفاه. هي خرمت معايا بس يعني خرمين كده 3، مش مشكلة مش مشكلة، كل ده بيعدي.
سيبها بس ترتاح وبعدين افردها. هعمل لكم كمان ايه طريقه تانية للفرد الفطيره. افرد اول واحده بالشكل ده كده، واجيب الصينيه واروح حطها على الصينيه. تمام. شوفيها كده معايا ان شاء الله تعجبكم. يعني في عندك طريقتين، ممكن تحشيها جواها وهي بره وترجعيها على الصينيه، وممكن تحشيها وهي في الصينيه بالشكل ده. بتحطي الطبقه الاولى من الفطير وتحطي بقى الحشوه بتاعتك. طبعا فطيره سجق، اللهم صل على النبي، شاورما فراخ، شاورما لحمه عفوا، اي حاجه بدي اختياري، حشوه بتاعتك اختياري. وحطيت كمان الزيتون والجبنه الموزاريلا بتاعتنا كده. وهفرد بقى كرة كده من الفطير. طبعا بكون دهنه المكان اللي انا بفرد فيه الزيت كويس جدا عشان تتفرد معايا بكل سهوله. وبعدين جبت بقى القطعة التانية وحطيتها على الحشوة بالشكل ده. وهبدأ بقى اللي انا اقفلها كده واحدة واحدة. في عندك طريقتين، الطريقة دي والطريقة الاولى، اللي انت عايزاه اعمليه. الطريقتين زي الفل وحلوين. تمام بالشكل ده كده. هسيبها بقى ترتاح شوية لحد ما اخلص الفطيرة التالتة، وبعد كده ارجع لكم. خلاص انا عملت كده خلاص الثلاث فطيرات بالشكل الجميل بتاعنا ده. عايز استاذ ابراهيم يغني. انا مولعه بقى الفرن كويس جدا على درجه حراره عاليه. الفطير بيدخل على درجه حراره عاليه. ودخلت الفطير بتاعنا، طبعا قايد الفرن من فوق ومن تحت. وبعدين الحمد لله كسر كوبايه، يعني مش مشكله، كله في ميزان حسناتنا. وبعدين طلعنا الفطيره كده بالشكل دوت الجميل. طبعا حشوتها قليله شويه مش مشكله. بصي مش مشكله، انت بتاكلي فطير مشلتت بحشوه السجق عادي عادي. وبكده وصلنا لاخر الفيديو. كانت معكم ايمان هلال، قناتي ومطبخي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اكل زمان في مطبخ ايمان. تابعوني باللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. بحبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.